الخريطة اللي كتشوفوا قدامكم كتخص المسارات البحرية اللي كتقطعها سفن الشحن، وهي كتنقل الأطنان من السلع والبضائع بين الجهة الآسيوية والجهة الأوروبية الشمال الإفريقية. سابقا كل السفن كانت كتقطع الطريق المار من خلال مضيق بحري كيسميوه باب المندب وصولا لقناة السويس في مصر، ولكن بسبب المشاكل اللي خلقوها الحوثيين في البحر الأحمر مؤخرا معظم الناقلات ولات كتفادى هاد الطريق ورجعوا كيستعملوا الطريق القديم المسمى الرجاء الصالح. الطريق القديم كانوا كيستعملوه السفن لما قناة السويس المصرية كان باقي ما تم شقها، واليوم ولاو مضطرين يقطعوه من جديد، بمعنى الالتفاف حول قارة افريقيا في مسار بحري طويل وصولا حتى للمغرب فين غيدخلوا البحر الابيض المتوسط من مضيق جبل طارق. هذا الامر كيسبب خسائر كبيرة لدول بحال اسرائيل ومصر واليونان، وفي نفس الوقت هي خسائر كتحول لمكاسب كبيرة لدول بحال المغرب واسبانيا. اليوم غنتعرفوا على ميزان المكاسب والخسائر المتعلقة بإغلاق مضيق باب المندب. غادي نعرفوا علاش إسرائيل ومصر أكبر الخاسرين، وعلاش المغرب غيجني مكاسب كبيرة، وأيضا علاش الجزائر صبحت أكثر تخوفا من ميناء طنجة لما ولاو كيستعملوه السفن كمدخل البحر الأبيض المتوسط. غنقدموا بزاف د المعلومات والمعطيات، لهذا الشيء خليكم متبعين معنا مزيان. معكم خوكم محمد سليم. لو امكن تشاركوا في القناه وفعلوا زر التنبيهات، ما تبخلوش علينا بدعمكم، وبلا ما نطول عليكم يلا نبداو. الاحداث الاخيره في البحر الاحمر كتسارع، وهذا الشيء سبب تغير في حركه الملاحه البحريه. السفن اللي كانت كتوجه لمضيق باب المندب كطريق مختصر باتجاه البحر الابيض المتوسط ولات كتفضل الالتفاف حول افريقيا في رحله طويله بزاف ولكن امنه. هاد التغير خلى اسعار الشحن ترتفع بزاف، وعدة دول تعرضوا لخسائر كبيرة. فمثلا إسرائيل كتعتمد على هذا المضيق بشكل كبير في تأمين احتياجاتها، وكتستقبل البضائع والسلع انطلاقا من ميناء إيلات وكذلك أشدود. ولكن اليوم السفن الإسرائيلية أو القادمة باتجاه إسرائيل من الشرق مضطرة تقطع طريق الرجاء الصالح تحت إفريقيا وتدخل من جهة المغرب في المتوسط، وعاد كتوجه للموانئ الإسرائيلية. نفس الأمر كيوقع مع دول بحال تركيا واليونان وإيطاليا وفرنسا وغيرهم. معظم دول أوروبا والمتوسط كيعيشوا هذا المشكل، وهذا الشيء فعلا كياخد بزاف د الوقت وكيسبب خسائر مالية كبيرة. ولكن باش نكونوا صرحاء، واش فعلا إسرائيل هي المتضرر الأكبر من هذه المعضلة؟ باش ما نكذبوش على الناس كيف ما بزاف د الفيديوهات قالت، لا، إسرائيل فعلا متضرة بزاف، ولكن بحال كل البلدان الأخرى. فلما كترتفع تكلفة الشحن كترتفع الأسعار لأغلب المواد، زيد عليها حتى سعر النفط غادي يرتفع. ولو بقى باب المندب في هذه الحالة فالثمن غيرتفع لمستويات قياسية، وهذا الشيء غيضر كاع البلدان وغيضر حتى بلادنا. ايها المغرب ما كيشريش النفط الخام وكيشري المحروقات المكررة من دول أوروبية بحال إسبانيا وروسيا، ولكن لما غيرتفع ثمن الخام فحتى المشتقات سعرها كيرتفع. بمعنى راه كل شيء مضرور، ماشي فقط إسرائيل. أما لما غتسولوني على شكون هي الدولة الأكثر تعرضا للضرر، الجواب غيكون هو جمهورية مصر. مصر كتمتلك في الحوزة ديالها قناة السويس. هاد القناة هي معبر مائي اصطناعي وكيشكل طريق بحري مختصر بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط. طول المعبر هو 193 كيلومتر، وكل سنة كيمر منها عشرات الآلاف من السفن، بشرط أنهم كيخلصوا رسوم المرور. لهذا السبب قناة السويس كتعتبر واحدة من أكثر المشاريع المدرة للدخل في العالم. في سنة 2023 فقط قدرت تدخل لمصر عائدات مالية بقيمة 9.4 مليار دولار، وهذا المبلغ كله تقريبا صافي الربح. إلا حيدتي منه غتحيد أموال الصيانة فقط. بمعنى قناة السويس بحال ديك الدجاجة اللي كتبيض الذهب لدولة مصر. مع المشاكل اللي خلقوها الحوثيين، مصر كتبقى أكثر دولة متضررة وكل يوم كتخسر الأموال الطائلة. هنا وصلنا لحد الأضرار والخسائر، ولكن من ناحية أخرى كاين مكاسب كبيرة. فمثلا المغرب واخا مضرور بحال الدول الأخرى، في نفس الوقت غيحقق أرباح كبيرة. كل السفن اللي اختارت تقطع طريق الرجاء الصالح غينتهي بها المطاف بمضيق جبل طارق، وغتكون مرغمة باش توقف بأحد موانئ المضيق، سواء ميناء طنجة المغربي أو موانئ إسبانيا. وهنا غير في خدمة المعاملات المينائية، سواء بالنسبة لإفراغ أو تحميل السفن أو تزويدها بالوقود وغيره. غير ربحنا بزاف. الأرقام كتقول بأن كل رسو سفينة شحن بأحد أرصفة الموانئ كيكلف بين 2000 حتى ل 12,000 دولار، ومع العدد الهائل السفن فالأكيد غادي تكون أرباحنا المالية كبيرة. حصول المغرب على هذه الميزة خلق مشكل للجارة الشرقية. السلع اللي كتوصل لهم مباشرة من آسيا صبحوا كيتوقفوا في الموانئ المغربية قبل ما يكملوا طريقهم للجزائر،
وهذا الشيء خلاها خايفة من حصول المغرب على معلومات كتتعلق بنوع السلع والبضائع اللي كتوصل للجزائر. لهذا السبب اتخذت قرار برفض دخول أي بضائع وسلع توقفت السفن اللي حاملها بالموانئ المغربية، وقدمت هذا البلاغ لكل الشركات العاملة في الجزائر وكتستورد من برا. لو غنقلبوا في الأمر غير شوية غنلقاو عنده علاقة بشحنات مشبوهة كتوصل بها الجزائر من إيران وأيضا كوريا الشمالية. كاين بزاف ديال التقارير كتكلم على أن هاد الدول بسبب الحصار الاقتصادي اللي عليهم كيبيعوا شحنات مشبوهة من الأسلحة والمواد الممنوعة لعدة دول حول العالم من حلفائهم. ولما كتشوف في أكثر دولة قريبة لهم في إفريقيا كنلقاو هي الجزائر. ما نساوش أن المغرب سبق ليه قطع العلاقات مع إيران بسبب تقاربها مع مرتزقة البوليزاريو بمباركة من الجزائر، بمعنى ما تستغربوش بتاتا من نوع العلاقات والشحنات المتبادلة اللي تقدر تكون بين شيطان آسيا وشيطان إفريقيا. ولكن خطوة بحال هذه غادي تكون ضارة للجزائر كثر من المغرب. معظم شركات الشحن عندها مسارات محددة وتغييرها بشكل بسيط غيكلفها أموال طائلة، بمعنى الجزائر غير كتزيد تعزل نفسها على العالم وكتخلق راسها والشركات خسائر مالية أكبر في سوق الشحن البحري. وغي كإشارة، اختيار سفن الشحن لميناء طنجة ماشي هو الربح الوحيد اللي ممكن يربحه المغرب. ممكن يتعلق الأمر أيضا بمخطط إعادة توطين خطوط الإنتاج. اللي خاص تعرفوا أن الصين والهند كيتعتبروا مصنع عملاق للعالم الغربي. 70% من مصانع العالم متواجدة في هاد البلدين بجوج. لهذا السبب مع كل أزمة كتوقع بداية من جائحة الكورونا وصولا للأمر اللي وقع دابا مع الحوثيين خلى الغرب يوضع مخطط متكامل لنقل جزء كبير من المصانع المتواجدة في الصين والهند لدول تكون قريبة من أوروبا وأمريكا. والمغرب لما غيفرض راسو كنقطة توقف رئيسية في حركة الشحن البحري زيد عليها القرب ديالو من أوروبا وأمريكا وأيضا اليد العاملة المؤهلة، فالأكيد كيتعتبر المرشح الأبرز. وهاد المعلومة ماشي أنا اللي قلتها، كاين بزاف د المقالات الاقتصادية كتكلم على هاد المسألة. وكنظن خير دليل هو كثرة المصانع اللي تم الإعلان على تشييدها في بلادنا في الأربع سنوات القادمة. كنظن هنا وصلنا لنهاية هاد الفيديو. خليو لينا آراءكم وأفكاركم في التعليقات، ما تنساوش لايك وبارطاج، وفي الأخير السلام عليكم.